رؤيا لبكرة تفتح لينا بيبان، رؤيا تزيد الوعي تثبت إيمان، رؤيا تغير قلبي تسيطر على وجدان ويعود فرحان، رؤيا تحلي بكرة تخلي مليان حب واطمئنان، فكر واحسب غير واللي حط مشاكلك في الميزان، رؤيا البكرة. أهلا بحضراتكم أعزائنا وحبايبنا مشاهدي قناة أغابي في كل مكان ومشاهدي برنامج رؤيا البكرة. فرحانة جدا 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 وسعيدة خالص إن أنا أكون في حضرة غبطة البطريرك سيدنا أنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، وأنا فرحانة جدا وشرف كبير لينا. هو بينورنا وبيشرفنا في استراليا حاليا علشان بيدشن أول كنيسة قبطية كاثوليكية في استراليا. فرحانة خالص خالص سيدنا، شرف كبير لينا. ربنا يخلي لنا غبطتك وتعيش وتدشن يا رب كنايس. شكرا جزيلا، وأنا كمان سعيد جدا ومبسوط أكون معاكم وأشارك في البرنامج. كتر خيرك سيدنا. قبل ما ندخل سيدنا، يعني لسه سامعين أعزائي المشاهدين على حادث إرهابي حصل هنا في سيدني، والحقيقة يعني قلوبنا معاكم. الحادث الإرهابي حصل لإخواتنا المسلمين. في حد إرهابي دخل وقتل يمكن 40 حد من المصلين في جامع في نيوزيلاند، متأسفة في نيوزيلاند مش سيدني. قلوبنا معاكم، حاسين بوجعكم، ربنا يعزيكم. وبنطلب كمان صلواتكم حضراتكم علشان تصلوا للمصابين ربنا يتمم شفاهم، وتصلوا للعزاء ان ربنا يعزي الناس ويصبرهم. لو غبطتك تحب تقول الكلمة سيدنا. بالتأكيد يعني بشارك في العزاء وببعت رسالة تعزية لأهل الضحايا، وكمان نصلي من أجل راحة نفس كل الضحايا، وربنا يدي سلام في القلوب. أمين أمين. كتر خيرك سيدنا الحلقة النهاردة عن السلام. قبل بس ما أدخل في الحلقة سيدنا، يعني فرصة أن غبطتك معانا، عايزة أعرف العلاقة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر. يعني طبعا العلاقة نقدر نقول كده بين الكنايس في مصر في أدوات كتير بتساعد أو هدفها إنها تقرب كل الكنايس وكل الناس من بعض. ففي كان مجلس كنايس الشرق الأوسط، وبعدين الناس اللي قبلينا كتر خيرهم يعني فكروا كمان لما المجلس الكنايس شوية قلت العمل بتاعه شوية، فابتدوا يفكروا واتعمل في مصر حاجة اسمها مجلس كنايس مصر، اللي هو بيجمع 5 كنايس موجودة، ورؤساء الكنايس هم الرؤساء بتوع المجلس، وبنحاول بقدر الإمكان من خلال أنشطة مختلفة نقرب من بعض ونشتغل. لسه يدوبك الشهر اللي فات كان عندنا الاحتفال السادس، يعني العام السادس لنشأة هذا المجلس. وطبعا زي كل الأدوات مش هو الأداة، ولكن هو أداة من الأدوات اللي بتقرب بينا وبتساعدنا ان احنا نشتغل. حتى اخر مرة كان في وضوح اكتر، كان الكلام اكتر، وكان في اقتراح حتى من قداسة البابا تودروس انه يبقى يتعمل كتاب كده يقدم كل كنيسة، وكل كنيسة تعرف التانية اكتر. كويس. يعني فرصة للتعارف. وده يعني بيزيل لبس كبير قوي لما
احنا بنجهل بعض او ما بنسمع عن بعض، لكن غير لما بنقدم بعض البعض كده. صحيح. فده ان شاء الله يعني يكون امين يا رب. أداة. امين. البرنامج بتاعنا اسمه رؤية لبكرة غبطتك. هل في احنا محتاجين ان ربنا يدي الجيل اللي جاي، كل الاجيال اللي جايه يكون قلبهم متسع، يقبلوا التقارب ويقبلوا الوحده وكده؟ فهل في حاجه عمليه مثلا بالنسبه لمدارس الاحد، مثلا المناهج بتاعه مدارس الاحد، علشان تجهز الاطفال دول لما يكبروا يبقى قلبهم واسع وفاهمين وكده؟ يعني مش هنتكلم بسرعة عن مدارس الأحد، لكن احنا بنتكلم على تكوين الإنسان عموما. في البرنامج التعليمي، الإطار اللي بيتكون فيه العائلات، فكل ده محتاج ان احنا نكون الطفل او الإنسان على التنوع، على الاختلاف، وعلى مش بس مجرد قبول الاختلاف ولكن احترام الاختلاف. نقطة مهمة الاحترام. ده يكون في احترام للاختلاف. فده بيخلق عقلية تقدر تكون متسعة لقبول انه انا مش لوحدي في العالم، وانا مش الكامل، ولكن كلنا بنكمل بعض ونوصل للهدف بتاعنا ان احنا نكون واحد في الرب. فيعني احنا اخوة امام الله. فاذا دي نقط مهمة جدا. انا بعتقد انه حتى عندنا في الكنيسة الكاثوليكية في المدارس بتاعتنا في طبعا غير مسيحيين اخواتنا المسلمين، وفي المسيحيين كل واحد بياخد حصة الدين بتاعته. ولكن هناك حصة اسمها يعني حصة حياة. الله. ناخد قيم ومبادئ إنسانية وروحية مشتركة بين كل الناس: الالتزام، الإيمان، التسامح، المحبة، يعني حاجات كتير من القيم دي، وبنتكلم عليها ونخلي الأولاد يتكلموا. وفي الآخر يعني بيبقى في حاجات كمان مشتركة، مش بس كلام، لكن يروحوا يهتموا بمثلا مكان فيه ملاجئ، يهتموا بمعوقين، يهتموا بناس مرضى، وهكذا. فبينشئ الشاب أو الشابة على بعد مهم جدا، بعد إنساني روحي واخلاقي وخدمي كمان، وخدمي طبعا. الكنيسه الكاثوليكيه معروفه بالخدمه الحلوه بتاعتها. عايزه بس قبل ما نكمل اقول لحضراتكم لو تحبوا تشاركونا، معلش مش في عطل مش هنقدر نكتب رقم التليفون على الشاشه، بس من وقت لتاني هقوله لكم. ممكن تتصلوا على فايبر 0432174469. هقوله كمان مره 0432174469. نحب نسمع أصواتكم ومداخلاتكم. هقوله مرة بالعربي 0432174469. نحب نسمع صوتكم ومداخلاتكم لو أي أسئلة أو أي مداخلات عن موضوع السلام. سيدنا سيد المسيح مبارك اسمه قال للتلاميذ: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. هل السلام في العهد القديم مختلف عن السلام في العهد الجديد؟ لما بنتكلم عن قيمة روحية، لما بنتكلم عن حاجة زي السلام، أنا أعتقد أنه السلام يفضل هو في كل الأوقات وفي كل لكن اللي بيختلف هو التعامل مع الحاجة دي. يعني الإنسان هو اللي بيتغير. أنا إذا كنت أنا متكون ومتربي وبفهم السلام على حقيقته، إذا كنت أنا في حاجات تانية بتمنعني أكون أنا في سلام، فإذا كمان حتى وحضوري بيبقى في عدم سلام بالنسبة للتانيين. يعني فعشان كده أعتقد أنه إذا كان بنقول أنه
الله هو ملك السلام، الله هو مصدر السلام، هو السلام نفسه، فيبقى هو نفس القيمة موجودة من زمان، لكن بتتغير من بيئة للتانية، من عقلية للتانية، من ظروف للتانية. إذن مش السلام هو اللي بيتغير، أنا اللي بتغير أنا كإنسان يعني. هل السيد المسيح عايز يلفت نظرنا، يعني بيقول ليس كما يعطي العالم؟ هل هو زي ما قال مثلا أنا جئت لأنقض بل أكمل، كل حاجة فهمها لنا بطريقة جديدة، قد صنع الكل جديد، تمم لينا الخلاص، وكل حاجة بقي ليها منظور وبعد جديد وبعد كبير يعني. فهل السيد المسيح عايز يلفت نظرنا للسلام بطريقة تانية؟ بالتأكيد لما بيقول ليس كما يعطي العالم، لأنه العالم بيبني على المصلحة. يعني أنا بتعامل مع الآخر من حيث مصلحتي. يا خسارة. يعني عندي مصلحة هنا، فأنا أقول كلام حلو وأعمل أجامل وكده، فيبقى أنا منتظر من ده، بينما الله يعطي مجانا. مبارك اسمه. المسيح لما بيتكلم بيدي سلام مجاني، مش لأنه أنا أستحق هذا السلام، لكن لأنه هو أساسا محبة، فالمحبة تعطي من ذاتها، يعني تعطي ذاتها. عشان كده الكلام على أنه ليس كالعالم، التشبيه ده معناها أنه سلام الله مجاني، وسلام الله يملأ قلوبنا بالفرح، لأنه كمان السلام مرتبط بالفرح جدا بالفرح. ملك السلام. يعني لما بشارة الملاك للعذراء مريم لما قال لها افرحي يا مريم، بعدين الترجمة كمان بتاعت اليوناني دي تحولت إلى السلام عليك يا مريم. فالسلام والفرح يعني توأم يعني. بنقول اللحن افرحي يا مريم. افرحي يا مريم، دي في الطقس القبطي أكيد دي جميلة جدا الترنيمة دي. تعيش سيدنا. عايزة أعرف مكانة السلام في الكنيسة بقى. يعني أنا بسمع على طول لما بحضر القداس، على طول الأب الكاهن أو الأسقف أو اللي يعني بيعمل القداس بيقول السلام لجميعكم، بسمعها كتير جدا. فمكانة السلام في الصلوات بقى بتاعتنا في الكنيسة يعني. طبعا يمكن مش وقته إنه نجيب نسرد كل حاجة، بس على الأقل حضرتك أشرتي إلى القداس الإلهي، إلى الإفخارستية. وحتى في طقسنا الشرقي عموما والقبطي، يعني في الحوار المستمر ده بين المحتفل الأساسي، يعني الأب الأسقف أو الأب البطريرك والأب الكاهن والشعب. دايما قبل أي حاجة هو مش بيقول مجرد بس السلام لكم، بيقول سلام الرب مع جميعكم. يعني في بعد ما بنخلص صلاة الصلح ونبتدي المسيرة بتاعت الخلاص، بيقول ايه؟ الرب مع جميعكم، سلام الرب معكم، أين هي قلوبكم؟ أو إلى فوق قلوبكم. آمين آمين. فهي عند الرب، فإذا حسب المصدر بتاعها تحصل على السلام أو لا. فعشان كده في الطقوس مهم جدا، طبعا نبعة من الكتاب المقدس أكيد، ولكن الطقوس مليانة كلها، لأنه احنا طقوس الكنيستين قريبين جدا من بعض. هي نفس الطقس القبطي. بس يعني يمكن اللي بيتغير أحيانا طريقة التنفيذ. يعني في مثلا في طبعا طقس قديم في تكرار، ومعروف التكرار لما كانت اللغة اليونانية ثم تحولت إلى القبطية ثم تحولت إلى العربي، ففي تغييرات في النص. فيمكن احنا عندنا حاولنا نشيل شوية التكرار اللي بيتعمل، لكن هو نفس الطقس القبطي. ولغاية وقت قريب كان كمان في يعني جزء كبير بيتقال باللغة القبطية. دلوقتي بنحاول بقدر الإمكان عشان الناس تقدر تتابع يكون باللغة المفهومة بالنسبة لهم يعني أكتر.
لكن ده ما يمنعش انه في مناسبات معينة كده بنستعمل قطع معينة لانه فيها كده حنين وفيها روحانية خاصة كمان. امين سيدنا. اعزائي المشاهدين، كان في حد تعبان في الصعيد، حصلت له حادثة واتصلت عشان اسال عليه. حصلت له حادثة قطر واتبترت رجليه الاتنين، وانا اتصلت اسال عليهم. يعني اتفاجئت بالسلام العجيب، سلام الله الذي يفوق كل عقل. هو اسمه عمو سامي نصير، عشان كلنا نصلي من أجله. أنا بتصل عشان أسأل عليه وعشان يعني أعزي قلبه كده. بصيت لقيت التعزية طالعة منه، من السلام يعني فعلا يفوق كل عقل. يعني إيه إنسان في الظروف دي، هو لسه في المستشفى ولسه تعبان وعنده كسور وعنده حاجات كتيرة غير كده يعني، بس قاعد يقول لي عظم الرب الصانع معنا، وفضل يقول لي آيات آيات آيات، تسبحتي وقوتي هو الرب. عمو سامي كان ميتا فعاش، وفضل يقول لي كلام حلو عزاني وفرحني. نبرة الصوت نفسها ادتني سلام، في سلام كده يعني فعلا من الروح القدس، مش زي ما العالم بيدينا، فعلا زي ما السيد المسيح قال ليس كما يعطي العالم. وفي ناس بتقابل اي حاجة بسيطة كده بان هي بتتضايق وبتتعب وبتفقد سلامها. ازاي سيدنا انا اواجه الحاجات الصعبة اللي في حياتي؟ يعني في ناس بتجيلها امراض صعبة، في ناس بتفقد احبائها، في ناس مثلا عندها مشاكل كبيرة، في الاحتياج والعوز. ازاي الانسان ما يفقدش سلامه، وازاي يقتني السلام في الظروف اللي زي كده؟ يعني الحقيقة ما فيش روشتة جاهزة للموضوع، لكن ده مسيرة حياة، مسيرة تكوين، مش من يوم وليلة، لكن في خزين جوه الإنسان كل يوم من الخبرة الحياتية، من الصلاة، من العلاقة الروحية بالمسيح، ومن السياق اللي الواحد بيعيش فيه. كل ده بيملى الشخص. عشان كده لما بيحصل حاجة فجائية بيبقى فيه زي اوتو ديفنس، يعني دفاع ذاتي داخلي، في عمود فقري جواه بيخليه يعني يبقى فعلا في سلام. مفيش واحد بيمثل انه في سلام، محدش يقدر يمثل انه في سلام. لو مثل دقيقة مش هيكمل التانية. لكن لما يكون مليان بالسلام من جوه، فالسلام يطلع من جوه لبره، ما يجيش يعني. طبعا اكيد من بره ممكن يكون مساعد، لكن لو هو مش اساسا موجود بيبقى صعب انه الواحد يعيشه. فانا اعتقد انه ازاي نقدر نعيش ده بيعتمد على ماذا اقرأ، كيف اعيش، مع من اعيش، هل انا فعلا في صلاة، في اتصال مع الله، العيلة، تربية. كل ده له دور كبير جدا، واكيد كلمة الله بتلعب دور كبير خالص. يعني قراءة كلمة الله، انا في خزين اتذكر في الكتاب المقدس وعود الله، امانة الله، وكما كان هو هكذا يكون من جيل والى جيل. ففي حاجات كتيرة جدا تساعد على ان الواحد يقول. القصة اللي حضرتك او الحدث اللي حضرتك رويتيه دلوقتي، اكيد الراجل ده مش من يوم وليلة يعني. اكيد اللي حواليه يمكن متألمين جدا اكتر منه بكتير. وبعدين انا اقول في الاخر دي نعمة. نعمة الله يعمل، لكن بقدر ما احنا بنفتح قلبنا ليه ونتفاعل معه. بس يعني بستغرب سيدنا ان يعني ليه مثلا مش الكل بيبقى عنده السلام؟ يعني في مؤمنين كتير بنروح الكنيسة وبنصلي وبنقرأ في الكتاب المقدس، بس ممكن تبقى الحاجة بسيطة وبتفقدنا السلام. مظبوط. يعني ايه بقى الفرق؟ يعني ليه في حد قوي كده؟ هل مرتبط بالإيمان؟ هل السلام مرتبط بإيه؟ يعني بيجي ازاي؟ والقوة السلام دي بتيجي ازاي؟ ما زي ما بقول لحضرتك، يعني هو
مسيرة تكوين، بنيان بيتبني كل يوم. يعني اطلب ايه من ربنا؟ اقول له اديني ايه حاجة تساعدني في السلام؟ هل اطلب نفس السلام ولا في حاجة انا ناقصة فيا؟ هل مثلا ايماني اقل؟ هل ايه اللي ناقص فيا عشان خاطر انا اتملي بالسلام ده؟ بالتأكيد البعد الروحي ده مهم جدا يعني. لكن كمان البعد الفكري، يعني لما أعرف إنه الحياة بتاعتنا فيها الإيجابي وفيها السلبي، فيها الجيد وفيها العكس. هو قال لنا قد قلت لكم هذا ليكون لكم في سلام. كمان حاجة تانية، المسيح قال إنه يعني الكلام اللي أنا بقوله لكم يعني الحقيقة. فلما الإنسان بيبقى عايش في الحقيقة دي بيبقى فيه سلام كتير. الثقة أنا يعني موجود في بإيدين ربنا أكيد، وخبرة كمان إنه اللي احنا بنمر بيها. اتفضل. فبقول يعني الخبرات الروحية اللي بنعيشها بتساعدنا كتير جدا جدا ان احنا نقدر نقاوم ونواجه العقبات والصعوبات اللي لانه بنقول يعني في الكتاب المقدس في ناس كتير جدا روحيين، اباء وسيدات اكيد في الكتاب المقدس مروا بخبرة انه الرب معي. ما دام الرب معنا فمن علينا. انه في خبرات سلبية احنا بنمر بيها لكن بتنتهي، يعني انه حتى السلبي في حياتنا مش هو النهاية، ملهوش الكلمة الأخيرة، بينما الكلمة الأخيرة هي للرب اللي بيقود حياتنا. أنا عايزة غبطتك تعزينا أكتر إزاي إن احنا نواجه المشاكل والمصاعب بالسلام. بس ناخد الأول مكالمة. معانا حضرة صاحب النيافة سيدنا أنبا دانييل أسقف سيدني وتواضعها. برحب بنيافتك خالص خالص سيدنا. سلام ونعمة يا مدام إيديت، وسلام لقناة أغادي. سلام سيدنا. ممكن أبلغ محبتي وشكري وفرحنا لزيارة ربطة البطريرك إبراهيم الأقباط الكاثوليك لسيدني. هو سامع نيافتك. سلام سيدنا. سامع نيافتك. سلام سيدنا. مقبل يديك سيدنا. يا أهلا بيك سيدنا، سلام المسيح ليك وحشتنا كتير. قداستك بالأكثر سيدنا، وأنا أحب أقول نقطتين لقداستك لو البرنامج يسمح لي. لا طبعا سيدنا. تفضل نيافتك. النقطة الأولى سيدنا، مبروك تدشين كنيسة القديس ماري مرقس. إن شاء الله بكرة هحضر مع نيافتك وبركة كبيرة. يا أهلا بيك سيدنا. كنيستكم سيدنا، تعيش وتبشر سيدنا. ربنا يخليك سيدنا بصلواتك وميرسي لمحبتك وحضورك. ربنا يخليك سيدنا. والنقطة الثانية أحب أقول للمستمعين إنه ربطة البطريرك إبراهيم استقبلي وفد مجلس أساقفة كنائس الشرق الأوسط لما زرنا مصر بعد أحداث الكنيسة البطرسية والكنائس الأخرى. وسيدنا رحب بينا جدا، وشكرا لسيدنا لأبوتك ومحبتك واستقبالك لينا في مصر. ده كانت فرحة كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة لي، وحضراتكم استقبلتوني في المرة الأولى قبليها يعني. ربنا يخليك سيدنا، وشكرا لكلمتك الروحية وكان الرب معنا. ربنا يخليك سيدنا بصلواتك. صلواتك سيدنا، وشكرا يا سيدنا أخذت من كلامتي. ربنا يخليك لنا سيدنا. شكرا سيدنا. شكرا جدا سيدنا. ربنا يخلي لنا نيافتك، وشكرا على محبتك يا سيدنا. اذكرنا في صلاتك وصلي الموضوع الحادث الإرهابي يا سيدنا. صلي لتعزية الناس في نيوزيلاند.
ربنا يعزي أسر الضحايا امين يا رب. ويدي سلام لكل العالم. آمين. بصلاة سيدنا قداسة البابا يا رب. امين امين. كتر خيرك يا سيدنا. اذكرنا في عندي صلاة. نقطة صغيرة اتفضل. لقداسة البابا، ممكن لما اتفضل يرجع طبعا. بالسلامة يسلم لنا على قداسة البابا تودروس. ربنا الله يخليه يسلمك لنا. سيدنا، يوصل. يوصل. شكرا يا سيدنا، شكرا. سلام يا سيدنا. سلام سلام. كتر خيرك يا سيدنا. ربنا يديم المحبة. مكالمة جميلة خالص وكلها محبة، وإن شاء الله دايما يا رب كده من محبة لمحبة أكبر يا رب. يعني عايزة غبطتك تكلمنا أكتر على، يعني عزينا أكتر. أنا يعني قداستك قلت خبرات حلوة. أول حاجة يمكن أن أنا أشوف الذكريات. الروح القدس، السيد المسيح وعدنا أن الروح القدس هيذكركم بكل ما قلته لكم. ممكن كل ما قلته لكم ده ممكن تكون فعلا زي ما قداستك بتقول الخبرات الروحية. أفتكر الإحسانات بتاعت ربنا، أفتكر أن ربنا معانا، الله معي. إيه تاني يقويني؟ افتكر ايه طول ما انا في شده كده، اقعد احط ايه في دماغي عشان اثبت واكون عندي سلام؟ يعني انا مش عايزين نتكلم نظري كتير، لا لكن عملي. مرات كتير جدا في فعلا لما الواحد بيفكر بطريقه ايجابيه هو نفسه يعني روح الله بيلهمه بمواقف معينه. انا بتذكر كلمات المسيح لما قال لتلاميذه يعني لما تدخلوا في أي بيت قولوا السلام لهذا البيت. أيوه. فإذا كان هناك ابن سلام فسلامكم يحل عليه، وإلا فسلامكم يرجع إليكم. فإذا أنا مش خسران حاجة، بالعكس. يعني أنا فيما أنا بدي السلام أنا باخد السلام، فيما أنا بفرح التانيين أنا بفرح. فعشان كده في غنى كتير في العطاء أكثر من الأخذ مرات. في مرات تانية خبرات لما الواحد ينسى أو يحاول أنه ما يركزش على همومه الشخصية لكن يخرج من ذاته ناحية الآخر. نقطة مهمة. أظن أنه بيشعر بحرية. يعني فكرة الحرية الداخلية دي قدام الأشياء وقدام الأشخاص بتلعب دور كتير قوي. طبعا على مستوى العيلة في أسباب كتيرة بتخلي في صراع. يعني الأنانية جزء كبير جدا من الأسباب اللي بتخلي في صراع، وبالتالي ما دامت في صراع هناك عدم سلام. كمان الحسد. يعني مهم مرات ان احنا نقول ايه، يعني يمكن نقول غيرة ماشي. لما نغير من بعض معناها انه انا عاوز مش اخلي التاني يفقد نجاحه، ولكن انا اتفوق انا بمجهود اتعلم منه واكون ربما يمكن افضل. وده حاجة طبيعية انسانية، ولكن بدون ما أنا أتمنى له الشر، لأنه فيما أنا أتمنى له الشر أنا بفقد سلامي الداخلي. في نقطة مهمة جدا أظن في العلاقات، ودي ممكن تكون بين الإخوات، بين الأقرباء، بين الأزواج، وهي الغفران. لو أنا ما عنديش غفران دايما هفضل في عدم سلام. وطبعا الغفران بيدي سلام. يعني لما انا بغفر للتاني باخد هذا السلام، سلام الله. يعني قداستك دلوقتي بتتكلم على صور عدم السلام. يعني يمكن من أشهر صور عدم السلام في المجتمع عامة، يعني ممكن الحما وزوجة الابن مثلا، أو ممكن مع أخت الزوج، وطبعا الأزواج، وممكن الأخوات، ممكن كتير، بس يمكن دي أشهر حاجة سيدنا هي واخدة في الأدبيات في المجتمع.
انا الحقيقه كان معايا حلقه قبل كده والضيفه حماتها كلمتها يعني بترحب بيها وقعدت تشجعها. كنت فرحانه جدا بالمحبه دي. بالتاكيد في إن هو ده اللي المفروض يكون موجود. للاسف ان الخبرات السلبيه هي اللي بتتفوق في خساره يعني. بس انا عايزه من غبطتك توجه كلمه للاثنين، للانسان. يعني داود بيقول مع مبغضي السلام كنت صاحب سلام. ايوه. فلما يكون في بيوت كده فيها عدم سلام، وجه كلمة للاتنين، للي هو دايما بيهاجم وللطرف التاني اللي بيحاول يكون زي داود كنت صاحب سلام بس مش عارف. دايما صعب الواحد ياخد موقف الناصح او اللي بينصح. لكن انا الحاجة اللي ممكن اقول عليها للاتنين مع بعض في نفس الوقت، نحاول نتعلم أن نصغي بعضنا لبعض. مرات المتكلم يخون التعبير، بس مهم كمان المصغي يعني يكون عنده قدرة على التفسير الصح. فممكن رايح جاي بين الاتنين. يعني أنا لما بتكلم ممكن التعبير يخوني، ما أقصدش المعنى بتاع الكلمة الغلط اللي أنا قلتها، أو العكس. أحيانا ده كمان ممكن يتأول يعني. ممكن يبقى الإنسان مش قصده حاجة لكن الطرف وعشان التاني كده لازم نسأل هو قصده بعض. إيه؟ أقول قصدك إيه؟ تقصدي إيه؟ فالتفسير ده أسئلة إزاي أنا أصغي إلى الآخر، الحوار. وبعدين يجي بقى الدور التاني، هو إنه لو واحد غلط، بس مهم قوي انه يكون عندي القدرة ان انا اعتذر، اعترف، يعني اقول انا اسف، حتى ولو كنت قصدت. يعني مرات كتيرة في حالة انفعال يعني عايز ايه ارد الجرح بجرح، مع انه ده بيخلينا دايما في قلق طول الوقت، في عدم صراع سلام. عدم سلام. بينما مثلا أن لما التاني غلط واعترف او اعتذر، فاذا هنا انا بعدي الخطوة وبنبني علاقة، يعني ما محبة الا من بعد عداوة زي ما بيقولوا يعني. فاذا ما نضيعش وقت في قالوا وقلنا وانا انتقم منه واخلص طاري. وفي نقطة تانية مهمة جدا، زارعي الذئان. يعني في ناس الطرف الثالث مرات يدخل مش دايما بنية طيبة، يعني في ناس تحب تزرع قلاقل بين الناس يعني. فدي لازم ناخد بالنا منها، ومن يعني نعرف نواجه بعضنا. يعني أنا سمعت عنك إنك قلتي كذا، ما أجيش أحكم وأخد قرارات وأنا ما رجعتش. هقول مثلا تعالى أنا سمعت إنك أنت قلت كده، هل أنت قلتي كده صح؟ هل فعلا؟ ولو قلتي كده تقصدي إيه بالظبط؟ فإذا الهات وخد ده والإصغاء المتبادل بيصفي حاجات كتير جدا. أمين يا سيدنا. في حاجة نقطة تانية برضو، حاجة في المجتمع. دايما الإنسان يحب إيه يعني يطلع صح، أطلع في كل مناقشة إن أنا الصح، أنا الكسبان، أنا الكسبان، الغلبة. أي مناقشة أو أي سوء تفاهم بيحصل أو كده، دايما أحب أطلع أنا اللي صح مش الطرف التاني. ويمكن دي نقطة بتسبب عدم السلام، لأن زي ما قداستك بتقول لو الواحد يعتذر، لو الواحد يتأسف، لو الواحد يصغي ويفهم الطرف التاني. كلمنا على النقطة دي، ازاي الواحد ما يبقاش ان هو حاسس نفسه ان هو صح على طول، وان انا إنسانة يعني لازم هغلط، ممكن جدا ان انا اكون انا اللي غلطانة مش الطرف التاني. يمكن بترجع برضو للتربية. هل أنا بثق في نفسي ولا لا، يعني وبثق في حضور الله معايا ولا لا. مش الثقة اللي هي بتخليني أنا يعني أحسن من التانيين، أنا اللي أنا بقوله صح، لا. لكن بثق في نفسي معناه افرضي حد قال كلمة غلط، أنا حسيت إن أنا يعني قلل مني، هل فعلا أنا
يعني قلل مني، ولا انا رد فعلي هو اللي بيأكد ده او ينفيه؟ يعني مرات انا بيعجبني مثلا المواقف بين المصريين، مرات بياخدوا الامور بهزار، واحد يقول للتاني كلمه يقول له يا عم انا ما بفهمش حاجه، ده احنا ناس غلابه وبتاع مش عارف ايه. يعني عارفه مرات بتكسر حتى لو التاني ضميريا انا ما اقدرش احكم عليه، لكن حتى لو التاني جواه بينوي انه فعلا يعمل حاجه وحشه او يجرح، بيبتدي يغير الموقف يعني. وطبعا ده بيعتمد على التربيه، على التكوين بتاعنا. فانا اعتقد انه ده مهم جدا، ازاي نعرف نكون بسطة. البسيط هو مش اللي يعمل اي كلام، لكن البسيط اللي ما يفسرش الكلام اكتر مما يقوله. ودي نقطة مهمة فعلا. يعني البساطة في التعامل، وانه مش لازم كل كلمة ما يبقى ليها معنى ليها تاني، معاني هو تانية. قاصد حاجة تانية. يعني لو واحد قال كلمة يقول له انت قصدك كذا، يا عم انا مش قصدي حاجة. فمرات كتيرة جدا احنا بنخلق مشكلة من ولا حاجة. فدي نقط اظني، ولازم نفهم كويس جدا انه ما دمنا مجموعة وناس مختلفين ومتنوعين، الغلط وارد، وهنا دور الغفران والمسامحة. يعني الزوج والزوجة طول الوقت هم يعني في أغلب الأوقات هم مع بعض، فوارد إنه يحصل غلط، وارد إنه طرف من الطرفين يكون متعب فيروح هو أنا كل حاجة بعملها وأنا مش، فالتاني يصعب عليه، التاني لازم ما نواجهش في وقتها. الحدة في النقاش بتولد عدم السلام، نزاع. لكن بعد ما تعدي الغضب بعديها حتى يعني بطريقة لطيفة كده بيسأل عليه عامل ايه دلوقتي، كويس، وننتهي. ازاي كمان نعرف ناخد اوقات نعيش فيها حياتنا، لان احنا بالذات احنا كمصريين مضغوطين طول الوقت يعني. طبعا. ما عندناش لحظات استرخاء، لا استرخاء ذهني ولا استرخاء جسماني يعني. الكل يا سيدنا. فعشان كده ده انا بقول الكلام ده وانا الحقيقة مش بنفذه كويس يعني. لا لكن بقدر الامكان الواحد بيذكر نفسه. مهم يعني. انا لما بعد كم يوم متعب كده وباخد نوع من الاسترخاء الفكري والجسماني، ببتدي اشحن بطارية الحياة من جديد يعني. امين سيدنا. في نقطة تاني برضو أعزائنا المشاهدين، بس هفكركم تاني بالأرقام، رقم التليفون لو حبيتوا تعملوا مداخلة 0432 174469 0432 174469. ممكن تكلمونا على فايبر أو مكالمة عادية يعني تليفون عادي. في نقطة تانية أعزائي المشاهدين، إن احنا أحيانا بنغلط ونورث عدم السلام لأولادنا. إزاي؟ لو أنا أم من النوع القلوق واللي أي حاجة بتأثر في أعصابي وبتأثر في سلامي، وأفضل قدام العيال أقول لهم ده حصل كذا، لحسن يحصل كذا، طب هنعمل إيه، وأفضل أكبر الموضوع وأفضل في قلق ومنامش، ويبقى أولادي شايفين الحالة دي. فأنا بعلمهم كده، بدل ما أنا أكلمهم عن سلام السيد المسيح، بدل ما أنا أقول ربنا موجود، ربنا مش هيسيبني، لو أنا بقيت أعمل كده وهم سامعين على طول كلمة لحسن لحسن، ده اللي بيورثوه منينا. وطبعا ربنا هيحاسبنا على النقطة دي. كلمني سيدنا ازاي أنا كأم مورثش لولادي عدم السلام، بالعكس ان انا اورثهم معية الله، ان انا يعني دايما احط قدامهم ان الله معانا وان هو ليه السلطان على كل حاجة. دايما البعد الروحي ده مهم جدا، يعني ان انا واثق انه انا الله معي، فما لا خوف يعني. لكن مهم قوي المسيرة التربوية اللي احنا بنعملها، يعني سواء على انفسنا او على
أولادنا. يعني فكرة إنه أنا طول الوقت خايفة على بنتي أو ابني إنه يطلع لوحده، إنه يعمل إيه، لو غاب شوية يبقى الدنيا يعني خربت. الإنسان يا سيدنا بيهتم بكل حاجة، خايف على الشغل، خايف على العيال، هيتجوزوا مش عارفة كل حاجة، هجيب من فين، هيعملوا إيه، الأكل والشرب، كل حاجة، الأمراض، كل حاجة، الاهتمام. مع أن الكتاب يعني لا تهتموا بشيء، بيقول لنا لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة في فرق بين ان انا افكر في الامور وفي فرق بين ان انا يبقى عندي هم. ما هم مهمومين، ما احنا مهمومين. المسيح لما قال لا تهتموا مش معناها مش ما تدوش اهتمام، لا يعني لا تشيلوا هم. هو ده. ودانا امثله من الطبيعه. شوفوا انظروا زنابق الحقل، انظروا طيور السماء فانها لا تزرع ولا تحصد وابوكم الذي في يعني ده نقطه مهمه. لكن في كمان مشاكل يوميه، وفعلا دايما عندنا احنا معيشين نفسنا في المستقبل، في الهموم، في الهموم، مع ان الله ليه السلطان على كل حاجه. بس ده مش وحش. انا اللي يقلقني هو انه احنا ما بنكونش شخصيه اولادنا. بن دايما نخوفهم، يعني دايما سواء نخوفهم من الضلمه، نخوفهم انه يعملوا مبادره ويفشلوا فيها. لما ما ينجحش يعني كأنه الدنيا خربت خلاص، الحياة وقفت كده. بينما لحظات أو خبرات الفشل مرات تكون نقطة انطلاق لمستقبل يعني أفضل، وإنه خبراتهم الشخصية بتكون شخصيتهم أكيد. فأنا أعتقد إنه ده نقطة مهمة قوي. وأرجع تاني وأقول برضو إنه لحظات حياة الفرح الأسرية دي تلعب دور مهم قوي. ال 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 الإحساس بالدفء العائلي للأسف الشديد فقدناه كتير جدا، فمحتاجين نسترجعه على أساس إنه أنا لما بحس إنه أنا عندي حاجة متضايق منها أقدر بسهولة أعبر عنها في جو الدفء ده. لكن لو أنا عبرت عنها وتأنبت واتبهدلت مش هتكلم عنها يعني. فعشان كده من ناحية نشجع ونخلق جو من الإيجابية أكتر، ومن ناحية تانية ما نخافش من لحظات الفشل أو من الخبرات الفاشلة يعني دايما، لأنه الحياة هي كده، حياة بنيان. أيوة. فكل يوم أنا ببني حياتي وببني حياة اللي معايا يعني. أمين. ده نقطة يعني أمين. أساسية في وهنرجع لها تاني، بس معانا مكالمة معانا أخ مجدي ميخائيل. برحب بحضرتك أخ مجدي. أهلا وسهلا. سلام المسيح. أنا حبيت الحقيقة أرحب بقداسة البطريرك إبراهيم إسحاق وأقول له نورت وشرفت وباركت أرض وقارة استراليا. يا ربنا يخليك، شكرا جزيلا. نورت وشرفت، ونحن استمتعنا بحديث قداستك جدا جدا. الحديث البسيط في كلماته ولكن عميق في معانيه. يا ربنا يخليك. عن السلام وعن المحبة. شكرا. يا ريت قداستك نحن أحوج للتماسك والمحبة بيننا وبين بعض في الطوائف المسيحية المختلفة في الشرق الأوسط، حيث التحديات عظيمة وكثيرة، منها الإلحاد، منها التحلل الخلقي. يا ريت قداستك يبقى في محبة ووحدانية بين جميع الطوائف لمهاجمة عدو الخير والتصدي ليه. تمام، ده أكيد. أمين أكيد. أمين. أشكرك يا سيدنا. شكرا ليك أستاذ مجدي. شكرا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، وشكرا لمحبتك وترحابك يعني. شكرا يا أخ مجدي، ربنا يفرح قلبك. شكرا جزيلا. كتر خيرك. شكرا. أفكر برضو أعزائنا المشاهدين بالرقم تاني لو أي مداخلات 0432174469. حبائنا اللي في مصر 0432174469.
نحب نسمع أصواتكم ومداخلاتكم. سيدنا نكمل، يعني قول لي أنا مثلا لو أنا أم وعندي أطفال وعايزة يعني أنشئ فيهم السلام، وإن أنا ما بقاش قلقانة من كل حاجة، أقول لهم إيه كلام؟ وبرضو التصرفات، يعني أتصرف إزاي قدامهم؟ يعني هو مهم قوي في التربية إنه ندي أو نخلق فرص لأولادنا إنه يكتسبوا ثقة في نفسهم. فنديهم خبرات، زي بالظبط لما بناخد البنت مثلا أو الولد ونقول له اعمل الحاجة الفلانية كده، أكيد من أول مرة مش هيعملها كويس. فإحنا ساعتها عندنا الميل ده طبعا، وأنا ممكن أقع في الغلط ده، فعلى طول نروح مصلحين الأخطاء. تمام. هنا في خطورة شوية. المطلوب هو ان انا اقول برافو عليك، الحتة دي عملتها كويس، الحتة دي عملتها كويس، بس ممكن المرة اللي جاية مثلا تاخد بالك من الحتة دي. يبقى انا اديت له الايجابي في الاول، وبعدين لفت نظره اللي لازم يصلحه. لكن مش اقول له ايه اللي هببته ده، ايه اللي عملته ده، يبقى خلاص مش هيعمل حاجة تاني يعني. صحيح. ففكرة اكتساب الثقة في نفسه دي مهمة جدا، بتخليه دايما بيحصل على السلام. أمين. لأنه الثقة في الذات مصدر من مصادر السلام للأشخاص. فأنا أعتقد دي نقطة مهمة جدا. فكرة أنه الخبرات كمان مع بعض، أنه نشتغل مع بعض، اللي هو العمل الجماعي. ازاي انا ما افتكرش ان انا لوحدي في الحياة، ونعرف انه لما اجي اعمل عمل، انت عليك جزء، انت عليك جزء، انا عليا جزء، والاجزاء دي لما تتكون كلها تكون العمل الناجح. فلما اعرف زي فريق الكورة، زي اي عمل ناجح، هو نتيجة تضامن، زي فرقة المسرح، زي فرقة الموسيقى، كل آلة كل صوت بيكمل التاني، بيطلع سيمفونية، بيطلع يعني عمل مسرحي ناجح، بيطلع أي عمل يعني مباراة جيدة، وهكذا يعني. فأنا أظن دي نقط بتساعد الأولاد إنه يبقوا يكتسبوا في السلام. سلام. يكتسبوا السلام، لأنه السلام هو مش حاجة مجردة، هي حياة يومية يعني. بس يعني اديني مثال سيدنا، نفرض مثلا أسرة، حد في الأسرة مثلا جاله مرض خطير. ازاي الأب والأم يعني يتعاملوا بحيث ان هم يعني يوروا ولادهم يعني ايه سلام المسيح؟ بس السلام اللي احنا بنتكلم عليه مش السلام ان هو مفيش حرب او مفيش او النظري زي ما قداستك بتقول. ده سلام، ده ثمرة من ثمار الروح القدس. ده حاجة عجيبة، حاجة فعلا فوق العقل. فأنا عايزة ولادي يشوفوها، يعني يشوفوا السلام ده في حياتي وفي كلامي. فانصحني أقول إيه لما يحصل حاجة كبيرة كده، في حاجات بتزلزل كيان الأسرة. يعني أنا برضو عايز أربط بالكلام اللي قلناه. اتفضل. إنه في بنيان صغير، وفي حوادث نقدر نسميها فجائية استثنائية، يعني زي غفلة الزمان. في غفلات كتيرة. ما هو الحاجات الكبيرة دي اللي بتفاجئني تعتمد على الخزين اللي عندي. صحيح. فلو أنا ما عنديش خزين بنهار على طول من الخبرة يعني أو الصدمة. بينما يعني في ألم، في حزن أكيد قدام المواقف، في اهتزاز مرات، ولكن اللي هم عاملين خبرات وخزين قبل كده بيستردوا شجاعتهم من جديد، وبيستردوا سلامهم من جديد. ودايما كده بيقولوا كل حاجة بتبتدي صغيرة وتكبر إلا الأحزان أو الحزن فعلا. بيبتدي كبير، تولد كبير ويصغر. فأنا أظن أنه دي نقط مهمة قوي لازم يكون في بالنا وإحنا بنتعامل مع النشء الصغير.
النشء الصغير مرات كتير جدا ما بيصدقش الكلام بتاعنا، لكن يصدق المثل بتاعنا. تصرفاتي انا قابلت عشان كده مهم قوي ناخد بالنا انه كيف نتصرف عندما نغضب. واذا غضبنا لا يدم غضبكم، لا تغرب الشمس على غضبكم، بس بالعكس اقدر يعني الاب والام لما يعتذروا لبعض قدام اولادهم ده تعليم كبير جدا جدا. ما بيحسش انه نقص، ما بيحسش انه شخصيته ازاي انا اقول ان انا غلطت. لا، في كلمات يعني قداسة البابا فرانسيس ذكر منها مثلا، قال شكرا، انا اسف. يعني من ضمن الكلمات المهمة جدا في العلاقة الأسرية والعلاقة الإنسانية. يعني فالاعتذار قدام أولادنا درس قوي جدا من دروس الثقة بالذات واحترام الآخر، يعني وهو السلام. يعني فعشان كده حضرتك أشرتي إنه السلام مش هو عدم الحرب. ما ممكن يكون في حرب باردة. الحرب الباردة دي صعبة خالص. من ضمن الحرب الباردة اللامبالاة. اللامبالاة حرب باردة. أنا يعني سوري حضرتك، أنت لا تمثلي بالنسبة لي حاجة. وحضرتك تعملي نفس الموقف. خلاص انتهينا. لكن من جوانا مفيش سلام. تعرف قداستك النقطة دي صعبة خالص. أحيانا ممكن واحدة تروح مثلا لجارتها اللي معاها في الشغل، أي حد، تقول لها ازيك يا حبيبتي، تقول لها حبيبتي، تقول لها ازيك، أو تقول لها سلام. هو مال شكلك كده، انت فيك مالك كده، فيكي حاجة غلط، يعني اللي في القلب مش حلو. هي بتقول لها يا حبيبتي بس اللي في القلب مش حلو، حرب باردة. هي مش بتحبها، تقول لها ازيك يا حبيبتي بس هي مش بتحبها. مفيش سلام، مفيش محبة. والحرب دي صعبة جدا يا سيدنا، واعتقد محتاجة صلاة كبيرة، يعني ان احنا ما يكونش عندنا رياء. بالتأكيد، يعني بالتأكيد انه عدم الصدق في يعني في فرق بين انه مشاعري تنجرح، وفي فرق بين انه مشاعري تتبني على حاجات سلبية. يعني يعني ممكن اعاتب الشخص، ممكن حتى يمكن انفعل مرات، وبعدين بصفي معاه واعتذر له او نصفي الموضوع، ولكن ما اشيلش في قلبي ضغينة وتخليني دايما في مسافة بيني ما بينه. وده بيعتبر زي سلام مزيف يا سيدنا. بالظبط. لأنه مش حقيقي. لأن اللي في القلب مش صافي، وربنا يعني يبعد عننا أي سلام مزيف. ولازم يعني نفحص نفوسنا على السلام مع كل الناس. عايزة أكلم قداستك، تعلمنا نقطة مهمة على السلام بين الخدام، علشان ما نكونش عثرة للناس، للمؤمنين التانيين. يعني فكلمنا على، يعني بولس الرسول بيقول لأن إلهنا ليس إله تشويش بل إله سلام. فكلمنا على السلام بين الخدام. يعني لو سمحتي لي أنا عاوز أكمل الفكرة الأولانية. فضل سيدنا. فكرة إنه السلام المزيف والحاجات اللي زي كده، يعني مهم جدا إنه إحنا يعني لما بيكون في عدم تفاهم بيننا، مهم إنه يبقى عندنا القدرة إن إحنا في صلاتنا نحط الصعوبة دي. يعني أنا مش دايما ببقى على قدر الغفران دايما، لا طبعا. مش دايما على قدر التفهم، يعني لكن لو أنا بصلي أقول يا ربي أنا بحط فلان في صلاتي بين إيديك، بحط الموضوع ده بين إيديك، اديني نورك، اديني سلامك. تتحول صلاتي يعني أو حياتي إلى صلاة. يعني
انا بقول انا محتار للموضوع ده، نورني. مرات يعني احنا بنصلي، مرات بنطلب من ربنا يقول له اعمل كذا يا رب، ربنا مش هيعمل ده. بينما انا بقول له غيرني انا، يعني انا اللي اتغير فاغير الظروف. فدي نقطة مهمة جدا في العلاقات. نيجي بقى للخدام الخدام هم بشر زي كل البشر، محتاجة طبعا تفهم للدور اللي احنا بنقوم بيه، للرسالة اللي احنا بنقوم بيها، واستعداد تكوين انه واحنا بنشتغل في حاجات غلط هتحصل، في سوء فهم هيحصل، في لبس في الكلام، في لبس في المواقف. كيف نتصرف بطريقتين، طريقة وقائية وطريقة علاجية. الطريقة الوقائية معناها باخد بالي انه انا اوضح انا عاوز ايه بالظبط. أيوة. باخد بالي انه التاني ده ربما يستحملش هزاري التقيل، فلو انا قلت له كلمة هزار هو بياخدها جد ويحصل زعل، وهكذا. يعني بطريقة وقائية اكتر، ان احتفظ بكلامي انه ما يبقاش فيه كلمات صعبة تجرح، وهكذا. طريقة علاجية بقى، لو حصل حاجة يكون عندي من البساطة ومن القدرة ومن القوة والتواضع ان انا اعمل مبادرة. مش هستنى التاني حتى لو هو اللي غلطان، يمكن هو غلطان ما خدش باله، يعني ممكن اكون انا غلطان بس مش واخد بالي ان انا غلطت. فالتاني بعد فترة كده مثلا صغيرة بيجي يقول انا على فكرة صعبان عليا منك، ليه في ايه؟ بناخد وندي وبعدين تصفى الحكايه. فمن نزودش جدار سوء التفاهم واللبس يعني. فده بيلعب دور كتير قوي. فالخدام طبعا دورهم زي ما قلنا عن الاب والام، دورهم اساسي في تربيه اولادهم. هقول الخادم كان بطرك، اسقف، بابا، بطرك، إكليروس يعني أو شعب، إكليروس أو سواء شعب يعني خدام أو عامة، خدام تعليم مسيحي أو مربيين. ده دوره مهم جدا كقدوة كمثل. ومش بعمل دور تمثيلي، لا، لكن أنا بتصرف بتلقائية حتى في الخطأ بتاعي، ببقى طبيعي أكتر يعني. فده بيلعب دور مهم جدا، إنه التانيين بيصدقوني، يقول لك فلان ده زي ما هو قدامك هو وراك، يعني مش من وهو بعيد عنك يعني. فإذا ساعتها حتى الخطأ بتاعي يتحط في حجمه الطبيعي. في ناس سيدنا بيستخدموا الآية بتاعت لا سلام قال ربي للأشرار على ان المفروض اقطعهم، يعني ما اقولهمش سلام حتى. ايه رأي قداستك؟ يعني مش عارف، صعب للرد، لكن هي دي خبرات، اصله دي خبرات شخصية. يعني يمكن السياق لازم نرجع للسياق ساعة ما اتقال لا سلام للأشرار يقول الرب. ممكن دي ما تبقاش، مش ان انا مش اسلم عليه، لكن لو انا شرير انا في عدم سلام. تمام، نقطة يعني حلوة. شري هو بيسبب هو لي سبب عدم السلام، مش انه التاني ما بيسلمش عليا يعني. كويس، نورت عينينا سيدنا في النقطة دي. يبقى انا لو ما عنديش سلام ممكن يكون حاجة ناقصاني، او ممكن يكون في شر جوايا. بالظبط كده. يعني مرات كتير جدا كل الناس بتسلم عليا بس انا مش مبسوط داخليا، مش مرتاح داخليا. فاذا انا شري هو نتيجة عدم سلامي مرات كتير. لكن فكرة انه انا ما سلمش على التاني قد تكون للحظة، ان انا زعلان وقلت مش هسلم عليه يعني، ماشي، وعدت مرة. لكن
لو أنا فعلا بصلي وأسترد قوة ونعمة روح الله، امين يا رب. ساعتها أنا بيبقى عندي من القوة إن أنا أخد المبادرة. فيعني دي نقط عملية ولكن صعبة، تحتاج إلى يعني نقدر نقول كده قوة داخلية. امين. امين. لما بنقتني السلام يا سيدنا، يعني في آية بتقول إله السلام سيسحق الشيطان تحت أقدامكم سريعا. يعني لما أقتني السلام أكيد في بركات أنا بتبقى عندي في حياتي. زي إيه؟ اقتناء السلام. لما يكون في سلام في حياتي بيحصل نوع من الاتزان، توازن. بيحصل يعني مواجهة صحيحة لصعوبات الحياة ومشاكلها. يعني بيحصل إن أنا أكون سبب فرح للآخرين وبركة أكيد. وكمان أصبح مصدر ثقة. يعني لما حد يكون محتاج حاجة نصيحة يقول اسأل فلان. فساعتها ليه؟ لأنه مصدر سلام. نفكر بهدوء مع بعض. لكن واحد يزعق وطول الوقت وكأن السلام بيدي حكمة. بالظبط. السلام أكيد بيخلق جو من الهدوء والطمأنينة اللي بتنير بصيرة الإنسان. أمين. يعني وأكيد طبعا هي نعمة كبيرة في الآخر، هي ثمرة من ثمار الروح القدس. أكيد يعني يعمل لنا سلام وفرحة جدا إن قداستك هتدشن الكنيسة بكرة. لو تكلمنا على الكنيسة أولا أنا بشكر ربنا على الفرصة دي، وجيت المرة اللي فاتت. احنا عندنا الكنيسة تقريبا من الجماعة يعني، والكنيسة اللي كانت موجودة من الثمانينات تقريبا. وكان في رغبة عند الناس وعندنا وكله إنه يكون عندنا كنيسة أكبر شوية عشان العدد بتاع الناس بيزيد. فنشكر الله. أشكرك يا رب. وتضامن ومحبة الناس مع بعض. نشكره. وعمل يعني أمانة كل الآباء الكهنة الخدام اللي مروا على الرعية من زمان، اللي منهم سبقونا إلى المجد دلوقتي، واللي منهم ما زالوا على قيد الحياة وبيخدموا في أماكن مختلفة، واللي جايين جداد عشان يواصلوا العمل. ففرحانين بأنه يكون في كنيسة، وكنيسة تسعى للكل وتبقى يعني سبب فرح وتجمع الناس لنمجد اسم الله. أمين أمين. هنتكلم أكتر عن الكنيسة، ويمكن نعرض كمان صور للمشاهدين. بس معانا اتصال. معانا ميرا. برحب بيكي يا ميرا حبيبتي. سلام يا أبيتي. سلام حبيبتي. بسرة يوسف. أهلا. حلقة جميلة ومواضيع مهمة. هنا في كلام للتربية والأولاد وإزاي نعلمهم السلام اللي هو ينبع مننا إحنا. النهاردة حصل حدث مؤلم جدا في نيوزيلاند. إن شاب صغير 28 سنة معرفش ممكن يكون اتعلم ايه او اتربى على ايه، او حد زيه بيدخل الكنيسة او لجامع او لمعبد او لاي مكان، ان يكون ناس المفروض انها تأمن مكان مش معها سلاح، معها اولادها، وبعدين الانسان يدخل يفجر او يفتح نار. ايه التعليم اللي تعلموها؟ ايه اللي الاهل ادوهم لاولادهم يوصلوا لمرحلة الكره والشر وان هم يقتلوا ناس بيصلوا ايا كان دينهم؟
اتجاهاتهم، يعني شيء محزن ومؤلم. جدا جدا يا ميرا، جدا. بحس ان السلام بقي عدوى، عدم السلام بقي عدوى. يعني مواقع التواصل الاجتماعي، بس حد يكتب كلمة على حد تلاقي الناس كلها بتشتم عليه حتى لو مش فاهمين. في عدم سلام، في حاجة كده عدوى ماشية، بنعلم بعض حاجات سلبية، بنتكلم بطريقة سلبية. طبعا انا زعلانة جدا، حزينة جدا على الحادث الارهابي بتاع نيوزيلاند. وزي ما انتي بتقولي يا ميرا فعلا، يعني ايه التعليم اللي اخده الشاب ده عشان يعمل كده، يقتل 40 أو أكتر غير المصابين. ربنا يعزيهم. سنة نعم. يعني الشباب الصغير المفروض يكون مليان بالأمل والفرح. صحيح، شاب صغير. بالبطرس كان بيتكلم على التربية جوانا، واحنا اللي بنعلم ولادنا يعني. أيوه. حتى الحياة العادية وكلامنا. وكلام بطرك منور ربنا يخليك. تعيش يا حبيبتي. شكرا يا ميرا، شكرا على المداخلة اللطيفة. فعلا سيدنا يعني شاب صغير. سلام حبيبتي. شاب صغير، يعني ايه التعليم اللي اخده عشان يعمل حاجة كده؟ ناس في سلام يعني بيصلوا في الجامع ويعمل كده حاجة. ما هو ده اللي بنقول عليه انه خزين التربية ده، وخزين الخبرات الإنسانية اللي عاشها. يعني انا اعتقد نقطة ازاي كمان نعلم الآخرين أو اللي احنا مسؤولين عنهم أو لأنفسنا أيوة. كيف نواجه الصعوبات والمشاكل. أمين أمين. يعني ده نقطة مهمة، إنه أنا بيحصل اختلاف. هل المشكلة والاختلاف ده يديني الحق إن أنا استعمل العنف؟ مش بس العنف بالسلاح، لكن حتى بالألفاظ، كلام وبالتصرفات. وبنعلم ولادنا ايه يعني بالنظر كمان. بعلم ابني ايه. اللي بيضربك اضربه. ايه اللي بعلمه لابني؟ هو ده. الجيران دول لو عملوا حاجه اعمل كذا. ما اعرفش ابن عمك لو ايه يعني ايه اللي بعلمه لابني؟ ايه اللي انا بديله لابني؟ بدي لابني سلام، للأسف بعلمه في السلام عدم قناعه بالتعليمات، بالتعليم ده. يعني يقول لك ايه، انتوا كده بتخليه ضعيف، بتخليه. لا، في فرق بين القوه الروحيه ياخد حقه الداخليه بس بالسلام، واخد حقي واطلبه بالمظبوط بالسلام وبدون عنف. يعني بالسلام. يعني مش بس المسيحيين اللي هم مطالبين بالسلام، لكن حتى غير يعني المهاتما غاندي يعني هو وغيره يعني من الناس اللي خلقوا اسلوب مقاومة العنف بالسلام. صحيح. صحيح. أنا أظن النهاردة الحادث ده والحوادث اللي قبل كده وبتاع إنسانية، لا إنسانية حقيقي، لا إنسانية حقيقي، مرفوضة. وربنا يسامح كل حد بيسبب عدم بالظبط سلام، وأي تقصير كمان مننا يسامحنا ربنا. بالتأكيد شاب زي ده أكيد سمع مرة واثنين وثلاثة في ناس قدامه قالوا كده لا لازم ده وبتاع. يعني مواجهة الموضوع، مناقشة الموضوع عشان يوصل لحاجة عملية. أكيد طبعا في حاجات كتيرة كلام. طبعا أكيد مش من يوم وليلة الكلام ده. فعشان كده مهم جدا جدا مش التعليم بس، لكن التربية، التكوين. صحيح. والبعد الإنساني مهم جدا. حضرتك أشرتي للحاجات التكنولوجية، الانترنت والفيسبوك والميديا وسائل التواصل بتأثر خالص دي على الشباب خاصة. دايما احنا مش هنتهم وسائل التواصل، لا بالعكس، هي ممكن تكون بركة. بنتهم إرادة من يستعمل. يعني أصله بستعمل السكين في بقطع بيها واعمل بيها، ممكن اقتل بيها. صحيح. النار ممكن تحرق. صحيح. ممكن تسوي. مش عارفه ليه بيتحط كلام سلبي. ليه نتكلم كلام سلبي؟ ليه نتكلم كلام ما فيهوش سلام او يسبب عدم سلام؟ وارد يعني لو انا عندي 10 اشخاص، هفترض انه على الاقل 1 أو 2 منهم عن نقص في التكوين، في نقص
في حاجه، في عندهم مشكله نفسيه، في حاجات كده. وممكن واحد من طول ما هو بيتابع وبيسمع من جهه واحده بس او من طرف واحد بيتعدي بيجي له عدم سلام من الحاجات اللي بيقراها. لو في ناس بقى في وسائل التواصل ما بيناقشوش الموضوع، ما بيدوش رايهم، هم بيصفوا حسابات مرات. كتير كتير يا سيد. فده نقطه خطيره جدا. يعني كيف استخدم اداه من الادوات، يعني بخليها مش أداة تواصل، هي بتبقى أداة اتصال بس، لكن يعني مفيش تواصل. ربنا يدينا ان احنا يعني يكون قصاد عنا ان احنا سوف نعطي حسابا. هدي حساب على كل حاجة أنا بتصرفها وأنا بعملها، هدي حساب على ولادي أنا عملت إيه عشان أنشئهم على السلام ولا لأ، هدي حساب على كل كلمة بكتبها في الفيسبوك أو بكتبها في أي مواقع للتواصل أو كده. أنا هدي حساب أنا كخادم أو كخدمة أنا عملت إيه بالنسبة للمخدومين اللي حواليا بالنسبة لصورة السلام أو أي يعني حاجة تانية. هندي حساب. ربنا ينجينا وما يخليناش مكسوفين أمامه. أنا عايزة يعني أتكلم على الكنيسة أكتر، كنيسة باسم ماري مرقس سيدنا. أيوة. لو المخرج لو مانويل من فضلك تحط لنا الصور بتاعة الكنيسة. أنتوا عندكم صور يعني؟ طبعا سيدنا أهي كنيسة أيوة. جميلة خالص باسم ماري مرقس، سلام أيوة. الرب عليه كرزنا، تعيشوا وتعمروا سيدنا. ربنا يخليكي، شكرا. بكرة الافتتاح بنعمة يسوع، التفاصيل اهي على الشاشة، وهيكون التدشين بكرة الساعة 5 بنعمة السيد الرب. صور جميلة خالص يا سيدنا. نشكر الله. تعيش وتزور وتعيش وتفتخر ولادك يا رب ويكمل بخير. تعيش يا سيدنا. في الأيام اللي احنا فيها دي يوم 17 اللي هو بعد بكرة ذكرى نياحة مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة، وهو كان ليه دايما كلمة يعني يقول لنا مسيرها تنتهي، مسيرها تنتهي. وكان عنده كلام دايما بيطمنا، يعني دايما يقول لنا ان ما فيش حاجة بتستمر طول الحياة، مشكلة بيبقى لها فترة زمنية وبتخلص، وحتى لو في الحديد الواحد دخلت نفسه ربنا بيخرجها للرحب. يعني الأيام دي أيام كلها بركة وأيام كلها نعمة. قداستك عندك أي ذكريات مع قداسة البابا شنودة؟ بالتأكيد. يعني أنا يمكن على المستوى الشخصي يمكن ما كانش في حاجات مباشرة، لكن أنا لما كنت رئيس الكلية الكليريكية كان عندنا مرات لقاءات، وحتى في دير الأنبا بشوي كان، وبعدين قداسته كان في آخر النهار بقى بالليل، يعني كان يجينا بالليل ويخرج ونحكي ونتساءل، وهو كان طبعا مشهور جدا جدا بروحه المرحة أكيد يعني. يعني مصري أكيد، ابن نكتة يعني. جميل. أكيد يعني. يعني الحقيقة من الشخصيات اللي بتدي سلام يعني. أكيد هو في مسؤوليته الكبيرة جدا دي مطلوب منه أولا الناس تصلي له وهو يصلي إنه ربنا يستخدمه أحسن استخدام. ومن أحسن الحاجات هي إنه الناس فعلا حاسة إن هي محتاجة لما تقعد، يعني تقعد كويس، تقعد مبسوطة، تقعد مرتاحة، تقعد في سلام. فدي نعمة كبيرة جدا لأي خادم، بيبقى مصدر طمأنينة وسلام وفرح. يعني الموضوع مش موضوع وعظ، موضوع حضور. طبعا يعني ممكن واحد يبقى حاضر يقول كلمتين 3 بس، مش كتير يعني. يعني مرات كتير جدا كنت لما كنت بخدم في المنيا كانوا بيروحوا عند الأطفال اللي هم عندهم أمراض يعني سرطانية، ففي واحد كان متحمس للخدمة ويروح ويعني يوعظ ومش عارف ايه وبتاع،
احنا مع بعض يعني لفتنا انتباهه وقلنا له مرات المريض مش محتاج وعظ، محتاج خالص. حضور وحنان. محتاج يقول ايه بقى؟ محتاج بعد ما امشي يقول ايه ده، كان في حد هنا سلام. حضوره كويس. الله. لكن لو انا دوشته طول الوقت بالكلام يقول الحمد لله الحمد لله مشي. فمرات كتير جدا حضورنا الصامت الفعال الدافئ اقوى بكتير من وعظنا. يمكن ده معنى كتير. تاني لصانع السلام. يعني صانع السلام ان انا اصالح الناس وما يبقاش في خصومه وكده، لكن ان انا اكون مصدر سلام دي نقطه يعني مفهوم يعني جدا يعني حلو قوي. الابتسامه هنا بتلعب دور كبير خالص. صحيح. يعني صحيح. الابتسامه هي البوابه اللي تشيع سلام. تدي سلام. امين. على طول تشد تدي طمأنينة، تدي سلام. سلام. احنا يعني انا فرحانه جدا جدا على ربنا يبارك اللقاء فيك. الحلو اللي كله بركه سيدنا. الله ولو في يبارك نهايه فيك. الحلقه يعني ادينا كلمه ازاي انا احيا بسلام، وازاي ان انا اواجه كل صعوبات في حياتي بالسلام. كلمه اخيره قداستك. يعني بقول انه ثقة في الرب انه بيقود حياتنا، امين. وده كمان يدينا ثقة في نفسنا، امين. انه احنا على قدر الامكان نقدر نواجه حياتنا بما فيها من ايجابيات نستمتع بيها ونزودها، وبما فيها من سلبيات نقدر نصلح منها ونتعلم منها. أمين. فده نقطة يعني تعليم. مهمة في نفهم كمان انه الاختلاف يعني جزء طبيعي من حياتنا، من الحياة. يعني ما نعتبرش انه يعني مش نتخانق لما بنختلف في وجهات النظر، ولا بالعكس ساعة ما بختلف معناه انه في حاجة انا محتاج اكملها. قبول الاختلاف. قبول الاختلاف واحترام الاخر. أمين. في الاختلاف بتاعه. والاحترام. امين. امين سيدنا. كمان ازاي نقدر نشتغل كجماعة. حلو خالص. ونشتغل كجماعة معناها انه انا فريق عمل. لابد معناها انه انا لابد اتعلم من الاخرين، مش جداً. بس بعلم الاخرين. امين. انا بتعلم من الاخرين، ومش دايما الاذكى مني ولا الافضل مني، ولكن مرات كتير جدا اللي انا قد اعتبرهم اقل مني فكرا وامكانيات، وما فيش حد يعني ما عندوش حاجة يديها للتاني. صحيح يا سيدنا. في كل واحد خلقه ربنا كده فريد من نوعه، مميز جدا. فلما ناخد الميزات بتاعت بعض ونتكامل بيها أمين. بنعمل. واحنا مسؤولين عن مهم قوي يعني الاحساس اولا باهمية الخير العام. في مبدأ كده يعني مش معروف كتير قوي، الحاجة ما دامت ما تخصنيش ما تهمنيش، ماليش دعوة بيها. بينما حتى البعيد يهمني. العلماء اكتر ناس فاهمين النقطة دي، لانه هو بيكتشف الاكتشاف بتاعه، هو ما بيفكرش انه الاكتشاف ده بيفكر في مين اللي البشرية كلها. بيفكر كل انسان يعني. صحيح، في البشرية كلها. الدواء اللي بيكتشفه، الحاجة اللي بيكتشفها، العمل اللي بيعملوه، كل الحاجات التكنولوجية الجديدة دي، ما حدش اللي عملها ما فكرش انه هو اللي هيستعملها بس. امين. هو عملها لكل الناس. فانا اعتقد انه الفكر